ونطير بعد كده للمركز الرابع للأنمي اللي هيعيشك معاناة الناس أيام الحرب Who's Left Behind أو كايوكو's دايري أو الأمل زي ما عرفناه على سبيستون. كلنا شفنا الفيلم ده على كوكب أفلام في سبيستون، ده أيام ما كان فيه كوكب اسمه أفلام، مش عارف إن كان موجود دلوقتي ولا لأ. هو كان بيجي آخر حاجة قبل ما القناة تقفل على المغرب. أحلى أيام والله. والفيلم ده كلنا عارفينه بأغنيته الجميلة والمؤثرة، تقريبا أحلى أغنية في سبيستون من وجهة نظري. المهم الفيلم اتعرض في 1991 والمفروض إنه بينافس فيلم قبر اليرعاد لأنه شبهه في حاجات كتير، نفس الأجواء تقريبا، بس الفيلم ده مبهج أكتر وفيه تفاؤل وحاجات حلوة وظريفة كتير. وقصة الفيلم ده عن كايوكو اللي عندها 5 سنين ومتدلعة جدا اكمنها آخر العنقود، وبعد ما أمها خلفت طفل جديد ما بقتش أصغر واحدة في البيت، بقت تنشف شوية ويعتمد عليها والدنيا جميلة، لغاية ما يبدأ القصف يشتغل والطيارات تظهر في السماء. فتسافر أم كايوكو البيت عند عمتها برا طوكيو، وغالبا لما البت ترجع لبيت أمها تاني هتلاقي البيت متهد وكل أهلها ماتوا، وتقريبا هتقعد تدور على أخوها الصغير. تقريبا ده اللي فهمته من القصة لأني مش فاكر فيه غير آخر كام دقيقة والأغنية. فهتشوف بقى مواقف كتير كوميدية، كايوكو شغال عياط طول الوقت والعيال وهي بتلعب وتغني وأجواء جميلة وبريئة، لغاية ما يبدأ القصف وتلاقي بيتها كده وهاتك يا نكد، بس النكد غالبا في آخر 20 دقيقة بس. مين لسه فاكر الفيلم ده؟